المشكلة إني أخذ هاي الخطوة، معجب فيها وهي عاجبتني، حاسس إنه في توافق بيني وبينها. شو المشكلة إني أخذ هاي الخطوة؟ شو اللي بيمنعني؟ دائما الشيطان رح يزين الخوف، ورح يزين إنك أنت كشاب ما تبدأ تاخذ الخطوة الصح اللي تمشيك بالطريق الصح. الله سبحانه وتعالى أمر الشباب أن يتزوجوا، وأمرهم من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب إذا أنت كنت ملاقي الزوجة اللي رح تعينك على مشاكل هالدنيا ورح تعينك على صعوبات الدنيا وتحديات الدنيا، وين المشكلة إنك فعلا تبدأ أنك تاخذ هاي الخطوة؟ شو اللي بيمنعك؟ ما تخلي خوفك يحجز ما بينك وما بين الإنسانة اللي أنت شايفها مناسبة. هاي رقم 1. رقم 2، ممكن أنا لأني استسهلت تأجيل اتخاذ خطوة مع الإنسانة اللي أنا شايفها مناسبة، يصير يطلع براسي هذا الطبيعي اللي ممكن كثير من الشباب يعيشوا فيه. تطلع قدامي شخصية يعيشوا فيه، تطلع قدامي شخصيات أخرى، أشوف العيوب في هذا الإنسان. ما في إنسان كامل. إذا أنت شايف إنسانة وشايف فيها مواصفات تتوافق مع قيمك وتوجهاتك وأخلاقك وصفاتك الشخصية، وفي شيء يكمل، يعني هي عم تكملك وأنت عم تكملها، خذ خطوة. لا تأجل هذا القرار أبدا، لأنه التأجيل رح يبعد المسافة ما بينك وما بينها، رح يخليك عايش في مرحلة أنت بس مرحلة التوهان والضيعان، وبنفس الوقت لا أنك قادر تستمتع بفكرة إنك أنت أخذت خطوة نحو الشخصية اللي أنت حبيتها، وطول الوقت عايش فيما يسمى بالخوف ودراسة المخاطر دون أي إجراء. ما استفدت بشيء.